مطبخك قديم ممكن يبقى في عينك ان هو جديد وتقدري ان انت تنضفيه بامكانياتك وبحدودك اللي موجوده الماديه. ممكن يبقى مطبخك جديد لكن انت ما بتنضفيش وانت مش راضيه عنه ومش مبسوطه، فهيبقى قديم حاسه ان انت بقى كسلانه ومش قادره تقومي ان انت تنضفي وتنفضي العيد. دي حاجه تقيله علينا، فعلا علينا كلنا. فهقولك تبتدي بايه. لو ابتديتي بجزء صغير في البيت هتقدري ان انت بتعملي بعد كده جزء تاني. هقولك تنظمي ازاي وترتبي ازاي وتهتمي بتنظيف المرتبه كمان، من غير تعقيدات ومن غير وصفات كتير وخلطات كتير. مكون بسيط هتقدري ان انت تنضفي بيه المرتبه وتخلي ريحتها نظيفه من غير اي روايح تضايق. الحوض بتاعي انا ابتديت التنظيف ان انا فضيت الحوض من اي مواعين. بدايه التنظيف او غسيل المواعين انا كنتش قادره ان انا اغسل المواعين، بس بعد ما فضيت الحوض ده شجعني ان انا ابتدي انظف حاجه تانية، وحاجه انا بهملها بعملها كل اسبوعين ثلاثه. فليه ما اكررش النهارده واخد القرار دلوقتي وابتدي فيه على طول، ان انا انضف المنظم او الصفايه اللي جنبي على الحوض والمنظم بتاع المعالق كمان. وبعد ما خلصت المنظم ده خدت خطوه بعد كده ان انا انضف كمان المطبقيه اللي فوقيه اللي فيها الكوبايات والاطباق الكبيره والصواني. ودي حاجه مش هتاخد منك وقت كبير مع غسيل المواعين. يعني انا فضيت الحوض الاول، والصينيه البايركس اللي انتوا شايفينها هي دي اللي حطيت فيها شويه صابون سائل ومعلقه كربوناتو او بيكنج باودر وعليها ربع كوبايه خل. هو ده اللي انا حطيته، حطيت صابون سائل ونزلت بقى المعالق فيها كلها، وحطيت كمان بقيه السكاكين والمعالق والاسباتيولات واي اطباق موجوده على الصفايه نفسها. فانا بعد ما فضيت الصفايه لقيت ان تحتيها لازم يتنضف. المكان اللي فيه ميه من وقت للتاني بيريم وبيجمع فيه حاجات كده وبيعمل روايح مش كويسه، فلازم طول الوقت ننضف المكان ده وكمان نجففه. فانا خدت المنظم اللي فيه المعالق والسكاكين، وطبعا انا بحب ارتبه وليا طريقه كده حتى اولادي ما بيغيروه، برجع ارتبه تاني وانا بغسل مواعين. طبعا من جوه بيتجمع ريم لونه كده مش حلو، فلازم من فتره التانية ان احنا ننضفه. اي كانت الصفايه بتاعتك بلاستيك او ستانلس او اي نوع، مادام مكان فيه ميه وبيوصل له ميه وبنحط فيه حاجات تتصفى فيه ميه هتلاقي يتجمع فيه ريم ويعمل ريحه مش لطيفه. نزلت الاطباق طبعا اللي في الصفايه كلها، وهشيل كمان الصفايه نفسها واغسلها. من فتره للتانية انا بفتكرها، بس اما اكون حاسه ان انا بقى عايزه اعملها، بس في اوقات كتير ببقى عايزه اعملها بس مكسله. زي بقيه ناس كتير بنكسل ونبقى مش قادرين ان احنا ننظف، او شايفين الحاجه محتاجه تنظيف بس بنكسل. فعشان نقاوم الكسل بتاعنا ونتحداه، وانا بغسل المواعين خدت الخطوه ديت اللي انا هنضف على طول، وسميت الله وابتديت ان انا انضف. وتملي وانا بنضف انا حاطه كده ورقه صغيره ولازقه عليها بسولوتيب شفاف كاتبه استغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله. الذكر بيخلي يشجع الواحد ان هو بيذكر الله، وفي نفس الوقت بيشجعه ان هو يكمل ويخلص الحاجة اللي هو بيعملها. نضفت تحت الصفاية كويس جدا، واهم ذكر طبعا ان احنا نذكره اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. دي ذكر مهم جدا ان بيخلي الواحد قادر ويستعين بالله في تقضية اي حاجة هو عايز يعملها. بعد ما نضفت الصفايه طبعا بالصابون السائل والكربوناتو والخل، ونضفتها من تحت كويس جدا وشطفتها، وطبعا نشفت كل الميه اللي تحت، واي بقى حاجه حسيت ان فيها ريم ولون متغير نضفتها. في ناس بقى كتير بتقولك مطبخي قديم، الحوض بتاعي مش نظيف، مهما نضفته مش نظيف، قديم. مهما كان قديم انت لو اهتميتي بيه هيبقى في عينك نضيف وهيبقى في عينك جديد. المطبخ ممكن يبقى جديد وممكن يبقى حديث والمطبخ بتاعك بقى احدث حاجة، لكن انت ما بتنضفيش، لكن انت مش راضية مش مبسوطة، هيبقى في عينك ان هو كأنه قديم. مطبخي بقاله عندي 15 سنة واكتر من 15 سنة كمان. المطبخ بتاعي كان بشكل تاني خالص، وكان عبارة عن قطعتين ولونه كمان خشابي. بعد 10 سنين او 12 سنة كمان انا قررت ان انا اغير فيه، فوديناه عند نجار وقسمته. الجزء اللي فوق خليته زي ما هو، لكن الجزء اللي تحت كان 4 ظرف، قسمته كل ضرفتين في ناحية. فده ساعدني ان انا اغير في المطبخ، بس على قد امكانياتي الماديه. واول ما توفرت معايا المبلغ دوت غيرته، قدرت ان انا اغيره. وليه انا غيرته وديته عند نجار؟ عشان ما اشتريش مطبخ كبير، لان كان بالنسبه لي ساعتها المطبخ الجديد اللي اكبر من كده كان غالي. فان انا اوضب او اغير في مطبخي القديم دي حاجه على قد امكانياتي، وحاجه كانت مريحه جدا وبسطتني. ان شاء الله ربنا يغير حالنا لاحسن حال. هنا انا ابتديت بعد ما خلصت الصفايه كلها بكل الحاجات اللي فيها، بالكسرات الصغيره وبالاطباق اللي انا حطاها الصغيره اللي ولادي يقدروا يطولوها. نزلت اول رف من المطبقيه اللي فوق. وايه اول رف عندي؟ كان الكوبايات. نزلت نص الكوبايات غسلتها برضو بالكربونات وبالخل وبالصابون السائل، وحطيتها في الناحيه التانية عشان انا عندي حوضين،
فحطيتها في الناحيه التانية، وبعد كده شطفتها ونزلت بعد كده الاطباق الصغيره وبعد كده الاطباق الكبيره لغايه ما خلصت المطبقيه كلها. كل جزء كنت بنزله، بغسل المطبقيه كويس جدا وبشطفه بعد كده. من الحاجات اللي بنساها تملي وانا بنظف المطبخ، يعني انا بهتم بتنظيف السيراميك والبوتاجاز ورا التلاجة ورا المطبخ، لكن بنسى المطبقيه نفسها. من وقت للتاني احنا بننسى اطباق كبيره موجوده في المطبخ فوق، والاطباق الكبيره او الصواني او السرافيس او الغطيان اللي احنا بننساها مش شهر والاتنين والتلاته بس بيتكون عليها تراب، لا كمان بيتكون عليها دهون، لان انا عندي الشباك فوق البوتاجاز، وغير كمان البوتاجاز قريب للحوض، فممكن كمان اي بقى قليه اي اكل انا بعمله على البوتاجاز اي دهون بتطلع وتتصاعد كده بتتكون كمان على الاطباق ديت. فكمان لو الميه سخنه او دافيه على قد ما ايدينا تتحمل، تقدري ان انت كمان تغسلي الاطباق ديت عشان اي دهون على الظهر بتاعت الاطباق تتنضف معاكي. بعد ما نزلت طبعا الكوبايات وغسلتها ونضفت مكانها كويس، وطبعا بكوبايه ميه بلاستيك كده بقدر ان انا امسكها وارش ميه على المكان اللي انا خدت الكوبايات منه. نزلت الاطباق الصغيره وغسلتها وشطفتها كويس ورصيتها تاني، بس غيرت بقى الرصه، يعني كل فتره بغير، مادام هغسل المطبقيه بغير الرصه بتاعتي. خدت شويه من الميه بالخل بالصابون السائل بالكربوناتو وحطيت كمان على البوتاجاز. انا بحب جدا الصبح قبل ما اعمل وجبه الغداء ان انا لو حسيت ان انا قادره ومش تعبانه طبعا بغسل البوتاجاز الصبح، لكن لو انا تعبانه بسيبه يوم واتنين وتلاته وباجي تالت يوم او في اخر الاسبوع، بختار يوم كده في اخر الاسبوع لو حسيت ان هو متبهدل جدا بنضفه طبعا تنظيف عميق. بما ان انا ما حطيتش ورقه الالومنيا وقررت ان انا مش هحطها فتره كده لغايه اما اجيب ورقه وتكون نوعيتها كويسه، لان في انواع طبعا بتبقى ضعيفه، فانا هختار نوع كويس يتحمل مده اكبر. من اكتر الايام بقى اللي بحس ان انا نشيطه وقادره ان انا بقى انضف ورايقه كده وعايزه اعمل الغدا على رواقه، لازم انضف البوتاجاز قبل ما اعمل وجبه الغدا. يعني لو عملت طبعا الفطار وجهزته ووقعت شويه رده وكده وحاجات مطرح الفطار، لا بسيبه، لكن قبل الغدا لازم ان انا انضفه، بحب ان هو نضيف. وبعد الغدا طبعا بحط شويه ميه من الصابون السائل عادي جدا، ولو البراد عندي على النار في ميه سخنه بحط شويه ميه سخنه وبمسحه بالفوطه عادي على طول اول باول، يعني قبل الغدا اللي هو بعد الفطار وبعد الغدا على طول او اخر النهار. نزلت الستاره ان انا احطها في الغساله ان انا اغسلها، وشلت المرتبه وحطيتها على التسريحه عندي، وشلت الملل على جنب، وقلت هعمل نص السرير، انا مش هعمل السرير كامل، يعني تقسمي تحت السرير حتى لو ربع ربع، يعني انا شلت نص السرير بس، وبعدين حطيت شويه من البريكس وحطيت شويه ميه صغيرين، وجبتي اي حته او الشرشوبه بتاعتك ونشفتيها كويس جدا وتنشفيها وتشغلي المروحه، وبعد كده ترصصي الحاجه، وبعد كده تعملي النص التاني. ده اللي انا عملته. عايزه تعملي ربع ربع او السرير كامل لو كان صغير ممكن تعمليه مره واحده، لكن أنا السرير بتاعي كبير فعملت نص وخلصته، وبعد كده عملت النص التاني، رجعت الحاجه زي ما انتم شايفين ورجعت الملل عليها ونزلت المرتبه. طبعا سبت الارضيه لغايه ما نشفت خالص، وزو هتغطي الحاجه اللي تحت السرير بستاره قديمه بملايه عندك قديمه تغطي حاجتك، وممكن تفرشي في الارض ملايه او تحطي ورق. لو عايزه حاجه بقى تغطيها وما تتبهدلش معاكي تحطي ورق او ملايه في الارض وحاجه كمان من فوقيها، او تلفي الاكياس او الشنط كويس بملايه قديمه. هنا نزلت المرتبه بتاعتي ورشيت عليها معلقتين 3 كبار كربوناتو وسبتها نص ساعه، نص ساعه وساعه، ممكن تسيبيها 3 ساعات كمان بس ما تشغليش المروحه. وجبت فوطه نظيفه وحطيت عليها اللي في الكوبايه كان نص كوبايه خل، وابتديت ان انا انضف المرتبه كامل. الكربوناتو هي بتمتص اي روائح مش حلوه في المرتبه، وكمان بتخلي ريحتها كويسه، والخل مش هيديكي اي ريحه. بعد ما تشغلي المروحه الخل هيطير فريحته مش هتبقى موجوده، انت كل الحكايه هتشمي ريحه نضيفه. اي مكان فيه صفرار او بقع هنتك عليه اكتر، ممكن نحط شويه صابون سائل ونبتدي نتك على المكان ده. كل ما احط طبعا الخل على الفوطه وهي عليها كربوناتو او بيكنج باودر المتوفر عندك، يعني ممكن تجيبي كيسين بيكنج باودر وتستخدميه في تنظيف المرتبه كلها. وده فوران البيكنج باودر او الكربوناتو مع الخل. مسحت كمان الخداديات الصغيره والكبيره وشغلت المروحه وفتحت الازاز بتاع الشباك، ولو مكان كمان عندك فيه شمس ممكن انت تطلعيهم ان هم يتشمسوا كويس جدا. انت كده هتقتلي البكتيريا واي روايح غير مستحبه انت هتتخلصي منها بسهوله. انا ما عنديش مكان ان انا افتحه يطلع اطلع الخداديات او المرتبه في الشمس،
او الشباك ان انا افتحه، اخاف بقى اي حشرات تدخل او اي براس اعزكم الله تدخل عندي. فكل اللي عملته فتحت الازاز وسبت الهواء يدخل وشغلت المروحه. بعد كده جبت ملايه لطيفه شكلها مناسبه للعيد وحطيتها على السرير والخداديات كمان، وبعمل نص وبعدين بكمل النص التاني. وخدت بقى الملايه القديمه بالستاير وحطيتها في الغساله. واهم بقى حاجه بحب اعملها ان انا بعطر المكان، بقفل الازاز شويه، بعد كده برش معطر، وبعد كده طبعا كنتش مشغله المروحه في الوقت ده، بعد كده بفتح الازاز ان الاوضه تتهوى. حطيت كمان الاريال البودر وكلور الوان وبسيبهم يتدوبوا كويس جدا، وبعد كده بشغل الغساله في دورتها العاديه. اهم حاجه يتدوبوا، لو في طبق صغير تدوب يتوزعوا على الحاجه اللي انت بتغسليها كامل. انا الاول كنت بحطها كده واسيب الغساله تنزل بالميه، لكن لا، لازم يتدوبوا كويس جدا عشان تقدري ان انت تستفادي من التنظيف. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد.